السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض العناب بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان هتوفر عليكي وقت ومجهود طول ما انتي واقفة في المطبخ. اهم حاجة تابع الفيديو للاخر علشان هقولك فيه حاجات هتستفادي منها. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكمان تكتبوا لي تعليق حلو زيكم علشان خاطر بفرح بالتعليقات بتاعتكم اوي. اول حاجه كده انا بجيب الكركديه، بشتري الكركديه. اهم حاجه لما تشتري الكركديه تشتري الكركديه نوع نضيف، يعني جودته تبقى عاليه شويه. وبعد كده بتيجي كده بتنفضيه من التراب. اهم حاجه في ناس بتغسله وبعد كده ترجع تحمصه في الفرن، بس نصيحه مني بلاش، لان الغسيل بيخلي اللون بتاعه اللي فيه بينزل في الميه، وبعد كده لونه بيبقى باهت. لكن لما تجيبيه وتنفضيه كويس، وتبقي كمان شاريه من عند عطار مضمون او جايباه من مكان مضمون، هتبقى جودته كويسه، مش هيبقى فيه يعني شوائب كتيره. وبعد كده بنجيب المطحنه بتاعه الخلاط بتاعتك، او المطحنه اللي انت بتطحني فيها السكر، المطحنه يعني اللي انت بتستخدميها للحاجات اللي زي كده. وتبداي تحطي شويه كركديه وحب معلقتين سكر، ونطحنهم لحد ما يبقوا ناعمين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا طبعا في الاول حطيت الكميه بتاعتي كلها في المطحنه، بس المطحنه ما شالتهاش شويه شويه، وبعد كده هبدا ان انا احط الشويه التانيين واضربهم كده معلقتين سكر عليهم، واضربهم لحد ما يطحنوا يبقوا ناعمين زي ما انتوا شايفين. بعد كده بجيب المصفى بتاعتي وبصفي الخليط بتاعي، علشان خاطر لو في اي شوائب او حاجات ما اتطحنتش كويس، لحد ما يبقى ناعم معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كده الخليط بتاعي جاهز معايا ان انا هستخدمه. تعالي بقى كده واحده واحده وانا هقولك تستخدميه ازاي واستخداماته ايه. اول حاجه بجيب، لو انا حطيت لكم كده تجربه بوريلكم لونه، مجرد ما بتحطيه وبتقلبيه زي كانك بتعملي شاي كشري بالظبط، بتلاقي لونه وجودته زي ما هو معاكي كده. ده غير ريحته وطعمه بتبقى حكايه. طبعا السكر بتزودي السكر حسب الحاجه، حسب ما انت بتحتاجي يعني السكر بتاعك. وكمان في تركايه بسيطه كده انا بعملها معاه، بحط عليه نقطه فانيليا صغيره سايله، بتوديه في حته تانية خالص. اللي وصل معايا لحد هنا كده ما ينساش ان هو يكتب لي دعوة حلوة من قلبه، يدعي لي دعوة حلوة من قلبه، وان هو يحط اللايك الجميل بتاعه. تعالوا بقى هقول لكم هنعمل بيه ايه. العناب ده ممكن ان انت تستخدميه مشروب كده بس سريع، ولو دخل عندك ضيف شوية تلج وحبة مية وتقلبيه في السريع كده. بس يستحسن ان انت هتجيبي مصفى صغيرة وتصفيه عشان ما يبقاش فيه شوائب خالص. بعد كده تعالي هقولك هنعمل بيه ايه تاني. دي الفراولة اللي انا كنت مفرزاها معاكم طبعا في اول رمضان، وقلت لكم ان انا الفراولة بحب اقطعها مكعبات، علشان بطلع الكيس بتاعي بسقطه في العناب او في الكركديه، وبسيبه زي ما هو كده، وبنبدأ ان احنا ناكله بالمعلقة. اول حاجه كده بجيب درق الميه بتاعي اللي انت هتعملي فيه العصير، وبتحط فيه كميه الميه اللي على قد كميه العصير اللي انت محتاجاها، وكميه السكر المناسبه ليكي. وتبداي ان انت تقلبي تدوبي السكر في الميه الاول شويه، زي كانك بتعملي عصير ليمون بالظبط. وبعد كده باخد من العناب اللي انا عملته المطحون ده، باخد منه معلقه او معلقتين حسب برضو الكميه اللي عندك، وببدا ان انا احطها وادوبها في الخليط بتاعي. كده مش محتاجين لا نغلي كركريه ولا اي حاجة خالص. مش محتاجين ان احنا نقعد نغليه وبعد كده نسيبه يبرد، ولا الحاجات اللي كنا بنعملها زي الاول كده. زي ما انتوا شايفين، وتقدري ان انت تعملي عناب زي ما انت شايفة كده، وتحطي له تسقطي له مكعبات تلج، وبيبقى طعمه وريحته حكاية. دي الكوباية طبعا اللي عملتها معاكم، انا حطيتها على الدرق بتاعي وبقلبهم كلهم مع بعض. ببدأ ان انا بعد كده بجيب الفراولة بتاعتي اللي انا كنت قلت لكم ان انا بقطع الفراولة علشان بحطها في العصير، بقطعها وبسقطها في الشفشة، وفي كده في ثواني بيبقى العصير بتاعي جاهز. طبعا انا مجهزة عصير الخشاف قدامكم في الشفشة التاني اللي باين معاكم في الصورة ده. ان شاء الله لو حابين الطريقة بتاعتي برضو قولولي وانا اعملها لكم. طريقة سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش معاكي وقت، بس انا حبيت ان انا اخلي الفيديو طويل شوية علشان اعرفك كل التفاصيل وكل استخداماته اللي انا بعملها معاه ايه. زي ما انتوا شايفين كده، وكمان لسه لما بيقعد شوية كل ما بيقعد لونه بيغمق وريحته وطعمه بتبقى حكاية. بتحطيه في التلاجة وبتسيبيه يسقع شوية، وبعد كده بتبدأي تستخدميه. ولو طلعتي الكيس متلج زي ما انا مطلعاه كده يا دوبك فاكك من الفريزر، بتسقطيه فيه. بيبقى في الصيف حاجة كده يعني ما اقولكمش، بيبقى ساقع جدا وبيبقى طعمه جميل. طبعا الكمية عندي هنا كتيرة، كمية
العصير كتيرة ببتدي ان انا اصفي منها شوية لحد ما اظبط الدنيا. طبعا انا سايبه لكم الفيديو كده مش قصه منه ولا عامله منه حاجه علشان خاطر تاخدوا منه كل التفاصيل وتستفادوا منه. ببدأ ان انا انزل العصير بتاعي. شفتوا بقى لما قلت لكم ان احنا نقطع الفراولة مكعبات، لكن لو الفراولة مخزناها سليمة ما كنتيش هتقدري ان انت تعملي الخطوة دي. لكن لما بقطع الفراولة بتاعتي مكعبات كده بقدر لو عايزة اعملها عصير بستخدمها عصير، لو عايزة ان انا احطها سليمة بسيبها سليمة. يعني ليها كذا استخدام، غير لما تحطيها سليمة ملهاش غير استخدام واحد بس، ان انت تضربيها في الخلاط. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده العناب بتاع اللي انتوا شايفينه ده، لما تضربي الفراولة في الخلاط وتضيفي له نص معلقة بيودي الفراولة في حتة تاني وبيخلي لون الفراولة احمر وجميل. بصوا شكله جميل، شكله حلو قوي ولونه وطعمه، يعني الصراحة كل اللي بيدوقه بيبقى طعمه حلو. وطبعا نقطة الفانيليا السايلة اللي بنحطها عليه دي بتخلي ليه نكهة وريحة كده جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين يعني يمكن انا كده مطوله لكم الفيديو لان انا عملت معاكم استخدامه من الاول، لكن انت لو مجهزاه عندك هتطلعي هتقلبي ال الخليط اللي احنا عملناه ده، وبعد كده هتحطيه على تحطي عليه العصير، وفي ثواني تلاقي نفسك خلصتي وانجزت العصير بتاعي. طبعا انا بحتفظ بيه بعلبه، وبطلع من العلبه زي علبه القهوه وعلبه الشاي يعني في البطرمان بتاعي، وبحطه وبستخدمه بالمعلقه زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا منه. لو استفدتوا منه حاجه بسيطه جدا يا ريت ما تنسوش ان انتوا تقولوا لي رايكم فيه، وان انتوا لو بتستفادوا من قناتي دي ان انتوا تقولوا لي رايكم. لو حد حابب اي حاجه عايزها يقول لي عليها، وانا ان شاء الله باذن الله انزله بيها فيديو، ويكتب لي يعني في التعليقات وانا انزله الفيديو اللي هو محتاجه. شايفين لونه وشكله وطعمه؟ طبعا طعمه انتوا ما تقدروش تحكموا عليه، انا بس اللي احكم عليه وكل اللي ده. وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.